بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. معنا إن شاء الله في الفيديو ده مروحة نوع أو ماركة ماكسيل، ويعتبر ماركة ماكسيل دي يعتبر من المراوح الكويسة جدا جدا، زي التوشيبا القديم بتاعت زمان وزي الباناسونيك. مروحة قوية وبتستحمل الشغل فترات طويلة، وموجودة في السوق لحد دلوقتي، ولكن بشكل مختلف عن الشكل اللي هو ده. دي طبعا موديل قديم شوية، موديل شهر مارس 2006، إصدار 2006، يعني بقالها فترة طويلة شغالة. المروحة المشكلة اللي فيها إن هي بتلف بطيء جدا، ولما كانت شغالة على الاتجاه الصحيح كانت لها صوت، يعني محتاجة تغليها بلش. والمشكلة دلوقتي إنها بتلف العكس. طيب موضوع إنها بتلف العكس عندنا في معظم المراوح بيكون السبب إن في عندنا مشكلة في الملفات. يعني لما المروحة تلف العكس يبقى المشكلة في الملفات. عندنا في المروحة دي بتلف العكس بسبب ان المكثف منتفخ. نبص مع بعض كده المكثف اهوت شكله اهو واضح جدا انه منتفخ. نبص مع بعض كده على توصيل الاسلاك او نوصل ونشوف كده المروحه تلف ازاي. المفروض الاتجاه الصحيح للدوران انها تلف بالشكل ده كده، ده الاتجاه الصحيح لدوران المروحه. اوصل عندي هنا الاسلاك، اشتغل لمبه سيريا مثلا، السلك البني طرف 220 والسلك الرصاصي 220 والسلك الاحمر طرف مكثف فقط. هوصل عندي الكهرباء ونشوف مع بعض المروحه هتلف انه اتجاه. بسم الله، شوف المروحه لفت ازاي، لفت اتجاه عكس. طيب لو غيرنا دلوقتي المكثف، لو ركبنا مكثف غير ده، مكثف 3 مايكرو اللي راكب عندنا فيها 3.5. طبعا المروحه دي الماكسيل والتوشيبا القديم تتحمل، وفي مروحه اسمها دار السلام برضو نوع قديم تتحمل مكثف 3.5 بدون اي مشكله. لكن المروحه الصيني المكثف 3.5 يعتبر كتير عليها، وممكن يخلي الملفات تتحمص مننا والمروحه تبوظ، او المرار الافتراضي يكون قليل جدا. هوصل السلك التاني بتاع المكثف الاحمر، ووصل عندي هنا طرفين 220، طرف واصل اول والطرف التاني يوصل على ايه، على النقطه دي كده. كده وصلت عندي هنا الاسلاك بتاع المروحه، واوصل كده الكهرباء ونشوف مع بعض الاتجاه هيتغير. كده المروحه لفت العكس، لفت يعني اتجهت الاتجاه الصحيح، ولكن لا صوت اهيت. طبعا صوتها كمان لما بكون راكبه بيبقى الصوت اعلى من كده بكتير. دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هعرف ترتيب الاسلاك، وهنبتدي نفك المروحه عشان نغير لها، نركب لها بلي جديد علشان الصوت بتاع البلي. اول حاجه هعملها عندي هنا، في عندي هنا تيله اهيت، هفك التيله دي هعدلها بالبنسه واخرجها. التيله دي منع بس ان الجنش هنا او الهوك دوت يلف عندي من العمود، يعني مش هي اللي شايل المروحه. بعد ما شلت التيله دي كده اجيب مفتاح 22 امسك بيه الصاموله اللي تحت دي، وابتدي افك عندي هنا الهوك ده او الجنش ده. اجيب مفك كده، فكيت عندي الهوك، ابتدي افكه كده. كده فكيت عندي الماسوره والجنش والهوك. هبتدي بقى افك عندي الصاموله ديت، اجيب التيله امسك عندي هنا كده عشان افك الصاموله. كده فكيت الصاموله اللي ماسكه عندي الجنش والهوك. هبتدي افك عندي هنا 3 مسامير دول اللي هم ماسكين عندي هنا الكفر بتاع المروحه في بعضه. كده انا فكيت 3 مسامير اهمت ماسكين عندي المروحه. قبل ما نفك المروحه من بعضها اجيب قلم فلوماستر، يعني يفضل يعني نعمل الخطوه دي واعلم عندي هنا كده الوشين مع بعض، يبقى في عندي علامه كده لما اجي اجمع المروحه تتجمع معايا بسهوله، او
تبقى مطبعة مع بعضها، ميبقاش في عندي اي مشاكل. فملاحظة كده لما اجي افكها بقى، التوشيبا بنستخدم مسمار زي ده كده اهو، ده بنستخدمه في التوشيبا، السن بتاعه بيكون خشن شوية. هنا في المروحة دي يعتبر بنستخدم مسمار 10، اي مسمار 10 دماغ مفك او دماغ مفتاح. مكان عندي هنا الريشة، عشان افتح عندي هنا افك المروحة. هنا بربط كده مسمار يفتح معايا المروحة، بدل ما استخدم مفك عادة ويبوظ على شكل المروحة هنا من الجنب. المسمارين دول بيفتحوا معايا المروحة بكل سهولة. بربط هنا شوية وهنا شوية. كده المروحة اتفكت معانا اهيت. هجيب القلم مودي عندي يرضى علام هنا احتياطي، هنا في الطوق ده مع الجسم نفسه ده مروحة، لو الطوق اتفك ولا حاجة يبقى اعرف مكانه فين. هبدأ اول حاجة افك عندي البلية اللي طلعت عندي هنا في الجسم اللي تحت من المروحة. احنا عملنا فيديو سابق اداة كده او زرجينة نفك بيها البلي اللي هو بالشكل ده كده. هجيب عندي هنا الجزء بتاع الزرجينة اللي احنا عملناه قبل كده، بركبه كده واجيب مفتاح 19 كده. مسكت عندي الصامولة ديت اللي ماسكة عندي هنا في الجنش او في الاكمن، واجيب مفتاح 8 واربط عندي هنا عشان الاكمن يمسك عندي في البلية. كده انا مسكت البلية. اجيب عندنا الجزء ده كده وردتين، وابتدي اجيب عندي هنا اثبت عندي هنا الجزء ده كده والف الصامولة 19. كده احنا خرجنا البلية اللي هي ثابتة عندنا في المروحة من تحت هنا. طبعا هسيب لكم رابط الفيديو بتاع عمل الاداة ديت او الزجاجة ديت على في التعليقات ان شاء الله. هتيجي عندي هنا في الجزء التاني، طالما الطوق ثابت هسيبه عادي المروحة كده. هبتدي عندي هنا السلوك ديت ادخلها لجوه علشان ما تقطعش مننا. ممكن اسيب السلوك زي ما هي وامسك عندي هنا المروحة من الجزء ده كده، واجيب الشاكوش دقات خفيفة كده كده. الطوق خرج من مكانه اهوت. ممكن لو مخرجتش معايا بسهولة اجيب الصامولة بتاعتنا اللي احنا فكيناها من هنا دي، ركب الصامولة تاني وهاتني السلوك دي خالص كده، واجيب قطعة ماسورة بحيث عندي هنا يبقى الحمل على العمود نفسه كده. دلوقتي الحمل دلوقتي على ايه؟ على العمود نفسه. واعكس المروحة كده. ممكن اجيب بقى مسمار طويل واجي من هنا كده وادق عندي هنا على ايه؟ على الظرف بتاع البلية
كده احنا خرجنا عندنا دلوقتي اهوت الكفر التاني او وش المعدن التاني بتاع المروحة اهوت، والبلية ما زالت موجودة عندي هنا اهيت. طبعا عشان اخرج البلية دي لازم زرجينة، وعشان احط زرجينة عندي هنا لازم الزرجينة تعمل قرصة على العمود نفسه، فبالتالي ممكن اشيل عندي هنا الضفيرة، اشيلها بالراحة خالص كده من العمود علشان نفك البلية، بعد كده نبقى نرجعها تاني نشدها بأي سلك. كده احنا خرجنا بالضفيرة خالص. هجيب بقى الزرجينة بتاعتنا، نجيب مسمار واجيب الزرجينة وافك عندي البلية، وابتدي الف بقى عندنا هنا الزرجينة عشان تفك معايا رمان البلي. كده فكينا البلية. هجيب بقى بليتين جداد، طبعا بلية طبعا تقيلة بصوتها خشن اهوت. كده انا جبت بليتين صيني اهمت اسمهم سامسون. كده اجيب عندنا سلاح القطر وافك البلي واديله الشحم من الداخل، او ازود الشحم اللي في البلي نفسه. اديله شحم SKF اهوت. طبعا الشحم الزيادة كده كده هيخرج بره الرمان بلي مع التشغيل. نقفل الرمان بلي تاني زي ما كان، واشيل الشحم الزيادة. كده عملنا اول بلي، اعمل بلية التانية برضو. طبعا لو انا جايب بلي من الغالي او بلي ماركة كويسة مش مضطر ان اعمل الحركة دي، لان الحركة دي يعتبر بنعملها مع البلي اللي هو الصيني، لان ساعات بيكون البلي الصيني تلاقي البلية جاية فيها جنب فيه شحم وجنب التاني مفيهوش، او كمية شحم قليلة جدا جدا غير كافية انها تشغل البلية فترة طويلة. اقفل البلية تاني زي ما كانت، واخلي الوش حطيت فيه الشحم دوت هيبقى لفوق زي ما هو كده، عشان مع السخونة الشحم يتغلغل عندي الخرز جوه ويبتدي البلي يشتغل بشكل سلس. ابتدي بركب عندنا البلي بتاع مروحة تاني، ماسورة نص بوصة وشاكوش. البلية التانية برضه كده ركبنا البليتين. كده اجمع تاني مروحة زي ما كانت. اول حاجة راجع الضفيرة زي ما كانت، اجيب سلك، قطعة سلك نشد بيها اسلاك الضفيرة. ممكن بقطعة شريط لحام.
تخرج معانا ممكن برضو كده عادي بدون شريط لحام. كده احنا خرجنا بالضفيرة. نشيل السلك كده، نجيب بقى الطوق والعلامة اللي انا علمتها كانت طبعا هنا في الجسم اللي فوق. العلامة عندي هنا اهوت وهنا اهو. مفيش غش ولا حاجة، ببص كده بايدي كده انا الطوق كده قاعد مكانه بالظبط. كده اجيب الكفر ده، دي مسحة تراب كده، واجيب الوردة ديت الصلب بتاعت البلية، واجيب عندنا المروحة نقعدها مكانها. ما عادتش مكانها عادي كده كده، اما اجمعها هتتجمع معايا. اشوف بقى الدليل اللي عملته انا والعلم اللي عملته قبل ما افك المروحة وافك المسامير دي عشان ما تصدش معايا. الديل عندي اهوت، وعندنا الديل اهو. كده المروحة اتقفلت زي ما كانت. هبتدي بقى اجمع عندنا 3 مسامير 8. بعد ما ربطت 3 مسامير 8 هبتدي اجمع بقى مروحة تانية زي ما كانت. اول حاجة اركبها الصامولة، واجمع الماسورة والجنش في مروحة تانية زي ما كانوا بالظبط، اجمعهم ونشوف مع بعض. كده انا ربطت الصامولة على الاخر، وربطت الجنش برضه فومين على الاخر، واجيب عندي التيلة واركبها، واخلي بالي من السلك والضفيرة بتاع المروحة. بعد كده ابتدي افتح عندي هنا الجنش او افتح التيلة عشان ما تخرجش. بعد كده امسك عندنا الجنش ده وابتدي اربط الصامولة على الجنش كده اهو، كأني ايه بفك الصامولة من العمود، واجيب مفك ولا حاجة علشان كده اقرط على الجنش كده اهو. بس كده انا ايه ربطت وتمام اهوت. هوصل بقى الاسلاك على المكثف الجديد. كده وصلت المكثف الجديد. المكثف الجديد 3 بس، راكب 3.5، 3 يشتغل مفيهوش اي مشكلة. واجيب عندنا طبعا عزلت السلك اللي هو طرف مكثف بس، السلك الاحمر هنا عندي في المروحة. اجيب اطراف لمبة السيريا عشان اجرب المروحة، اوصل الطرف هنا، الطرف التاني هنا، وامسك عندي السلوك عشان متحكش في المروحة، واوصل كده 220 او سيريا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل مرة هشتغل التمام اهي الحمد لله. بكده نكون وصلنا نهاية الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.